ازيكم؟ عاملين ايه؟ اهلا بكم في بودكاست بروفيت حياة الحلقة التانية. انا مش نفس الشخص اللي كنت عليه. مرة بصيت في المراية وحسيت اني مش انا. لا، مش بتكلم على الشكل، لا انا بتكلم على ان انت تحس ان مش مفهوم، كأن روحك مش ماشية مع ملامحك، في حاجة غلط. في الحلقة اللي فاتت كنا بنسأل سؤال، هو انا ليه بتصرف كده؟ وبدأنا نفهم الفرق بين نمط الشخصية والسلوك، وبين الحاجة اللي جوانا من أول يوم والحاجات اللي اتعلمناها علشان نعيش وسط الناس. النهاردة مش هنكمل بس، لأ احنا نرجع الشريط لورا كمان شوية. فاكر نفسك من سنتين، من 5 سنين، من 10 سنين؟ حد قالك قبل كده انت اتغيرت وانت جواك حسيت بالاتهام أو حسيت انك لازم تشرح وتدافع؟ طيب هو فعلا التغيير ده بيبقى غامض واحنا فعلا بنتغير ولا لأ؟ أنا مش نفس الشخص اللي كنت عليه. الجملة دي فيها حاجات تقيلة جدا، فيها سؤال، هو ده تطور ولا ضعف ولا تغيير؟ طب التغيير للأحسن ولا الأسوأ؟ في ناس بتتغير علشان تنجو، وفي ناس بتتغير علشان ترتاح، وفي ناس بتتغير ما بتبقاش عارفة هي ليه اتغيرت. مواقف الحياة مش بتمشي بنظام، وكل مرحلة بتسيب أثر. ممكن فقد، خذلان، مسؤوليات، كفاح، دهلكة الحياة اللي مش بنخلص منها، طريق طويل من غير نتيجة. طب واللي بيحصل؟ ناس بتضحك وبقت ساكتة، ناس كانت ساكتة وبقت تتكلم كتير، ناس كانت بتتكلم وبقت تتحتح أو تبلع الكلام، ناس كانت حنيانة بقت حريصة زيادة عن اللزوم. هو ده تغيير ولا قناع؟ طب ده تغيير؟ فيه تغييرات وحشة جدا، يعني زي التهتهة دي، ومع انه ما كان بيتكلم كويس جدا. مش هنتكلم عن التنمر في الوقت الحالي، انا تقولوا التهتهة دي ممكن هو كان بيتكلم فمر بالتنمر فحصل كده، لا ممكن يبقى عامل نفسي كمان، سلوك. طب ايه وايه اللي بيبقى؟ ومهما حصل جواك من نوايا أو حاجة ثابتة، حتى لو ما بقتش بتطلع، رايحة أكلة معينة، صوت أغنية، حد بتحبه من زمان، كلهم بيندهوا عليك من جوه، في حاجات ثابتة كده ما بتتغيرش. هي الحتة دي فين وراحت فين وما بقتش موجودة ليه؟ طب هي الحتة دي ما بتتغيرش، الحتة دي بتدفن جواك وانت مش واخد بالك منها. تعالوا كده لو احنا قلنا الجيل القديم فرنسي خالص، لو بفتكر اغاني التمانينات والتسعينات هتلاقيك فاكرها وبتغني معاها وبتتردد معاها. دي حاجة مدفونة جواك، يعني ممكن مع انك بقالك سنين مش فاكرها ولا اصلا بتفتكر الاغنية دي ولا بتشغلها. دي من الحاجات اللي بتبقى مدفونة، من الحاجات اللي ليها ذكريات حلوة معاك، مواقف حلوة فانت مش نسيها، ولما بتظهر بترتاح، بس بعدها تفتكر لو ياه الحلقة دي النهاردة برعاية ياه كتير قوي. السلوكيات اللي احنا فعلا مش واخدين بالنا منها. اوقات كتير بنلبس وشوش مش نفاق ولا تمثيل، نكمل بنضحك في موقف مش كوميدي قوي بس عشان تمشي الليلة، واحنا مش مرتاحين وبنهزر وممكن موجوعين كمان عشان ما تبينش اللي حواليك انت فيك ايه. ساعات بنصدق الدور، انت ساعات بتصدق الكدبة ان انت تمام وزي الفل، وبنعيش جواه لدرجة ان احنا ده مش احنا. السلوكيات الدفاعية مش دايما قرار، في ناس بتتبلت عشان الألم بيبقى فوق الاحتمال فلازم تبين ان هي زي الفل، وفي ناس بتنكر التعب علشان لو اعترفت بيه مش هتعرف تكمل. طب تعالى نتكلم كده على أمثلة بسيطة بس تقيلة شوية. الإنكار، أنا تمام ومية مية وزي الفل،
كم مرة حد دخلك في شات وسألك أخبارك ايه، عامل ايه، وقعدت تفكر في كلام كتير قوي جواك، بتاخد تنهيدة كده وتكتب أنا تمام، وانت أصلا مش كده. التبلد إن هو كلنا مرينا بمرحلة انت ولا فرحان ولا زعلان ولا متضايق، انت في مرحلة اللا شيء، أنا هناك في الصمت. ده مرحلة التبرير، انك مجرد ما حد يجي يكلمك معلش اصلا انا مضغوط، معلش اصلا انا مسحول في الشغل، معلش اصلا انا مش عارفة ايه، وانت مش عارف انك انت كنت بتهرب من المواجهة وبتبعد عنها. في جملة واحدة بتخليك تسأل اللي انا فيه دلوقتي انا عامل كده ليه؟ الحياة فرضتك ولا انت اللي رحت لها بايدك؟ طب انا اتغيرت ولا اختفيت؟ طب انا لابس قناع ولا انا القناع نفسه؟ طب انا كنت كده اصلا ولا بقيت كده؟ احكي لنا لو في حاجة جواك مش مفهومة، تصرف بقى عادي وانت مش عاجبك، وابعت لنا وهنتكلم فيه. واحنا مش بنحكم، احنا بنفهم سوا. الحلقة الجاية هنتكلم عن الحساسية الزيادة، وهي ضعف ولا نتيجة تراكم مشاعر، وكمان هنكمل حكايات السلوكيات الدفاعية ونفهم أكتر وليه أوقات بنكذب على نفسنا وليه ده أحيانا كتر الحب. أشوفكم في حلقة جديدة وسلام.